إسحاق الخيام، المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ومكافحة الإرهاب، واللي ملقب بالبسيج أو موالي الغابة. السي الخيام دايما في لقاءاته الصحفية وفي التصاور ديالو لاحظتو ديما كيضرب جوج ديال المكانات، وحده في اليسار وحده في اليمين. علاش؟ ماشي باش الا خسرات ليه وحده يلقى الاخرى شكور، السبب ماشي تافه وغير رشقات ليه، بل هاد الجزئيه مهمه والموضوع كبير بزاف. وفي منتصف 2014 ناض الصداع ما بين المغرب وفرنسا. بطل الكيك بوكسينغ زكريا مومني رفع الدعوه من فرنسا ضد عبد اللطيف الحموشي اللي هو المدير ديال ديستي، والتهمه فيها انه تعرض للتعذيب والاعتقال التعسفي. ورغم غياب الادله البوليس ديال فرنسا غيجيو يدقوا الباب ديال السفير المغربي في باريس باش يعطيو استدعاء الحموشي. الشيء اللي عصابو المغرب ما قبلوش وفيه اهانه ليه، وقال لهم زقاو هنا نديرها لهم قد راسهم. وتعلق التعاون القضائي والاستخباراتي بين البلدين. ما جاتش فين دوز شهر ولا شهرين تفجرت صحيفه شارلي إبدو في فرنسا. دازت مده قصيره وقعت مجزره في مالها فرنسي بالسلاح. دازت مده قصيره عاوتاني واحد غادي يفجر راسو في التيران ديال الكوره كان لاعب فيه المنتخب الفرنسي ضد المانيا. دازت مده قصيره جات فرنسا حانيه الراس. انا مزوقه المغرب كنطلب تجديد التعاون القضائي والاستخباراتي معك. في دجنبر 2020 اجهزه المخابرات المغربيه دخلت وفشلت مخطط ارهابي خارج الحدود ديال المغرب بل في الولايات المتحده الامريكيه. فالديستي جابت التنقنيقه ديال واحد عسكري في ميريكان وصيفط معلومات للسي اي ديال الميريكان غتقول لهم حضيو جنابكم راه ارهابي عندكم في العسكر عنده علاقه بداعش. هاد خونا كان ناوي كحلها بواحد الهجوم ارهابي حدا النصب التذكاري ديال 11 سبتمبر وما كانوش سايقين ليه الخبار. المعلومات ديال مديريه الحموشي وصلوا الاف بي اي ونضوا اعتقلوا خونا قبل ما يدير الزبله ديالو. وفي سنه 2017 غادي يطلق المغرب قمر اصطناعي باسم محمد السادس الف شراه المغرب من فرنسا ب 500 مليون اورو، من بين احسن الاقمار الاصطناعيه في العالم في التجسس. كيلتقط 500 تصويره في النهار وكيصيفطها للمركز في مدينه الرباط. صور عاليه الدقه فين ما كنتي في المغرب يصورك اتش دي. قبل منه كان زرقاء اليمامه، من بعد منه غادي يجي القمر الاصطناعي محمد السادس باء. بلادنا السعيده واخا مهلوكه شويه اقتصاديا لكن الاستراتيجيه ديالها في العلاقات الدوليه هربانه. عندها واحد لو بوان فور اللي حطيتيه في بورصه الامم المتحده مقارنه مع البترول البورصه ديالو غتكون طالعه. هذا المصطلح محتقر زنقويا ولكن راه عنده واحد لافوق كبيره سياسيا، وهذا الشيء اللي مخلي واشنطن وتل ابيب ما يأذيوش المغرب. فملي كتقول المخابرات المغربيه قويه فراه ماشي من العبث ولا كنفخو فيه، وماشي من الصدف انها تصنف الاقوى افريقيا وتكون مثال عالمي في الخبره والدقه. فالاف بي اي المغربي صقر الامن، قاهر الارهاب وحامي الوطن، رجال ديستي عين المملكه التي لا تنام، رجال الظل بامتياز، المحافظين على النظام والساهرين على فك شفرات القضايا الامنيه المطروحه. فشنو كيعرفوا المغاربه على الديستي؟ شنو كيعرفوا على البسيج؟ شنو كيعرفوا على لادجين؟ شنو كيعرفوا على الدوزيام بيرو والسانكيام بيرو؟ شنو كيعرفوا على مخابرات القصر؟ وشنو تاريخ المخابرات المغربيه والكابوان والتهم اللي كانت توجهت لها في الاعتقال القسري والتعذيب؟ وما مدى صحه استعمالهم للتريسينتي والقرعه باش بنادم يقر؟ وكيفاش كتخدم هاد الاجهزه بيناتها وكيفاش كتنسق بيناتها؟ وشنو كان في تصريحات عامل المخابرات المغربيه السابق احمد البخاري اللي كشف اسرار خبيثه في الكتاب ديالو للاجهزه السريه في المغرب للاختطافات والاغتيالات؟ في الدار البيضاء في العشرة ديال الليل خرجوا 14 ارهابي من سيدي مومن وكاريان السكويره ودوار الطومه معولين على خزين وناويين باش يجعلوا ديك الليله ليله كحله في تاريخ المغرب. اتفقوا باش يتقسموا على اماكن معينه كانت مدروسه من قبل. واحد شويه كتسمع انفجار فندق فرح 5 اطوال من طرف جوج انتحاريين كانوا لابسين حوايج سبور وهازين سيكان رياضيه في دارهم فيهم جوج القنبلات. في نفس الوقت وفي نفس الدقيقه 3 ديال الوحدين اخرين مشاو فجروا ريوسهم في لاكاسا في اسبانيا باحزمه ناسفه كان فيها 16 قتيل. من موراها بشي دقائق قلال عاود تاني انفجار اخر بمطعم ايطالي سميتو بوزيتانو حدا قنصليه بلجيكا. من موراها بشويه عاود تاني الاخرين فرقعوا قنبله اخرى حدا مقبره اليهود. كانت ليله دمويه بامتياز، المغرب كله تهز ديك الليله ونشرات اخباريه عاجله من قلب الميادين وتم تنكيس الاعلام واعلان الحدود على صعيد المملكه. فالديستي والامن الوطني والمخابرات المغربيه قلبوا شفاهم على علاهم. كان الجهاز ضعيف استخباراتيا لكن من بعد الكارثه غيعاودوا الخطه. غيتحيد ولد بوفكران حفيظ بن هاشم من المديريه العامه للامن الوطني وغادي يجي رجل الاستخبارات والمتخصص في الارهابيين الجنرال حميد العيني كريم والكرواتيا.
الرجل الحديدي اللي استغل الضوء الخضر وإبرام اتفاقية مكافحة الإرهاب وإعلان حالة الطوارئ بالمملكة، وبدا كيجمع في عباد الله أكثر من 5000 واحد اعتقلوه في ظرف 3 شهور، فيهم اللي غير داير اللحية تا هو تجمع، وبدا الإقبال على ماكينة الحسانة كلشي كيكرط اللحية غير باش ما يتهش وما يتسماش إرهابي. فالناس اللي كانت عندهم اللحية في ديك الوقيته عاشوا لحظات عصيبة. اما سيدي مؤمن بكثرة ما جمع منها كاع اصحاب اللحية، فالفجر كان كيصلي فيه غير الامام ديال الجامع بوحدو. احداث مشاو فيها قتلى ابرياء وكذلك معتقلين ابرياء، وكانت من احدى هفوات الديستي مع الاسف. وحسب بعض المعتقلين فكان التعذيب باش يقروا. من بعد حميدو العنيقري زير طرح وطلق بوليس كرواتيا اللي دارت خدمة نقية ونقات الزنقة من الكريساج. ولكن منظمة حقوق الانسان كان عندها راي اخر، واللي ما كيعرفوش بوليس كرواتيا فهما اخطر بوليس دازو في المغرب. كانوا مدهشرين لينا بنادم اللي حاس براسو، غير الشوفه فيهم كانت كتخلع. هم الشرطه القرب خرجوا في 2004 وسالاو في 2006 مع الجنرال العنيقري. سماهم المغاربه بوليس كرواتيا حيت كانوا كيلبسوا واحد الطرابش فيهم الالوان بحال ديال المنتخب الكرواتي. منظمه حقوق الانسان قالت ليهم هاد الشيء هذا اللي كديروا بوليس كرواتيا ما هواش وماشي انساني وحيدوه. هذا الحدث الدموي ديال 16 ماي 2003 كان ممكن ما يطراش كون كان السبق للمعلوماتي والاستخباراتي ديال الاستخبارات المغربيه. ما عرفتش واش اللومه كترجع للمخابرات المغربيه اللي ما دارتش خدمتها، لان امريكان براسها رغم القوه الاستخباراتيه ديالها طراو ليها احداث ولا هجمات ديال 11 سبتمبر. غير كنسمعوا المخابرات المغربيه كنقولوا الدي اس تي، يمكن حيت هي اللي كنسمعوا بها بزاف، ولكن المغرب كيتوفر على 15 جهاز استخباراتي، فالدي اس تي غير وحده من هذوك الاجهزه بانوا ما كتبانش قدامهم كاع. دابا زير راسك معايا مزيان وتصنت ليا مزيان. 15 جهاز استخباراتي، 5 تابعين للوزاره الداخليه، 10 مستقلين. نبداو بعدا اللي تابعين لوزاره الداخليه، المديريه العامه للشؤون الداخليه اللي هو القلب النابض للوزاره الداخليه، اللي كتعتبر البنيه التحتيه للاستخبارات المغربيه، وهي اللي خارجين منها كاع الاجهزه الاخرين. فالمهمه ديالها هي تجمع وتحلل جميع المعلومات الصغيره والكبيره على المواطنين اللي كتكون جايه من سلسله المقدم الشيخ القايد الباشا الوالي، وعندها عناصر موجودين في كاع الاقاليم والعملات بين البشوات والقواد واعوان المقاطعات. جهاز الاستعلامات العامه الار جي او البوليس السياسي اللي متخصص في جمع المعلومات على السياسيين والاحزاب والنقابات، وكذلك المظاهرات اللي كتكون في الزنقه. كيكونوا مخشيين وسط المظاهرات لابسين مدني ما كتعرفهمش، كيصوروا وكيرفعوا التقارير. وعندها كذلك مهمه اخرى اللي هي مراقبه الاجانب، بان اي اجنبي كيحط رجليه في البلاد كيكون محظي من قبل هذا الجهاز حتى يغادر ارض الوطن. وكاين ديستي وما ادراك ما ديستي، المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني، واللي شدها عبد اللطيف الحموشي المستشار ديال الملك محمد السادس. هذا الجهاز متخصص في كل ما هو داخل المملكه من الخلايا الارهابيه والعصابات والجريمه المنظمه، وكذلك كيحمي اجهزه الدوله والوزارات ومقرات الحكومه والقصر من التجسسات الخارجيه، وكذلك من الاعمال والنشاطات اللي كتمس سلامه الدوله الامنيه. الاسم ديالو في الاول كان هو الكابوان، تاسس مباشره بعد الاستقلال، لكن في سنه 1973 من بعد المحاولات الانقلابيه الجوج غادي يتبدل سميتو للدي اس تي. وعنده مكتب تابع ليه اللي هو البسيج، المكتب المركزي للابحاث القضائيه ومحاربه الجريمه المنظمه والارهاب، او كيف ما كيسميوهم ولي الغابه. الذراع الايمن ديال الديستي بقياده الحبيب الشرقاوي، كان قبل منه عبد الحق الخيام. فعبد الحق الخيام اللي كان رئيس ديال الفرقه الوطنيه بالديستي سابقا، وفاش دش المقر البسيج سنه 2015 الحموشي بان ليه في البلان انه يعين عبد الحق الخيام على راس هذا الجهاز وياخذ معاه لابريغاد ديالو اللي كانت معاه في الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، ويبداو الخدمه ديالهم في محاربه الخلايا الارهابيه والتجار بالمخدرات والاختطاف والعمليات الاجراميه الكبرى. مديريه الشؤون الملكيه الدي اس ار هادو بوحدهم المعلومات عليهم قلال، المهمه ديالهم هي حمايه الملك والاسره الملكيه من التجسس وحمايه القصور والاقامات الملكيه ومراقبة تحركات الحراس وحمايتهم من التجسسات الأجنبية. فاش كيكون شي تأهب إرهابي ولا شي خلية جاية من لي زون ديال سوريا ولا العراق ولا ليبيا وناوية دير شي اوبيراسيون في المغرب اللي كتشمشم عليها وهما مازال ليه في الشرق الأوسط، اللي هي لاجيد المديرية العامة للدراسات والمستندات بقيادة ياسين المنصوري، بكونها مخابرات دبلوماسية خارجية
وعندها مخبرين في جميع انحاء العالم في البعثات الدبلوماسيه. هذا الجهاز غير كيجيب تنقنيقه اوتوماتيكمون كيعطي البرقيه للدي اس تي. هنا مهمه لاجيت سالات. الدي اس تي كتسلم المعلومات وكتحمي الاجهزه الاخرى من الاختراق بالتعاون مع جهاز الاستعلامات العامه الار جي. كيبحثوا واش هذه الخليه عندها دي زوبيراسيون في المغرب، وكيفاش كيتواصلوا، وكيفاش هذه الخليه كتنسق، وشنو الاهداف ديالها، وشنو الاماكن اللي باغا تستهدف، وشنو هما هاد العناصر اللي كيقوموا بالمهمه. كلشي كيخدم. المقدم الشيخ والقائد والعملاء السريين. هادشي كامل وكتشدو الدي اس تي وكتعطيه للسي الخيام ولا المكتب البسيج. هاد المهمه اللي دارتها الدي اس تي كتسمى اون ميسيون دو تاكتيك. راك دابا البسيج، المكتب المركزي للابحاث القضائيه اولا الاف بي اي المغرب اللي كتكون على القرص. جا الدور ديالها واللي هو الدور الحاسم في ميسيون داكسيون. المهمه كتجلى في معرفه ومراقبه الخليه داخل ارض الوطن. امتى غيديروا المهمه ديالهم ولا الزبله ديالهم؟ تما كتوجد ديكيب دانترفونسيون ديالها، واحد التدخل سريع والاقنعه الكحلين ديالهم. هنا كيجي عبد اللطيف الحموشي الرئيس ديال الدي اس تي، تيقول لهم يلاه بينوا ليا وقبل من 24 ساعه في اقل تقدير خاصها تخبط الخليه قبل ما يخلطوا المقادير ديال القنبله. من باب الاحتياط اللي تكون الخليه عندها ادوات تجسس، كيديروا مثلا انه غيخبطوها مع الجوج ديال العشيه، لكن الجوج ديال العشيه بتوقيت بتوقيت البسيج اللي تقدر تكون مثلا هي 4 ديال الصباح بتوقيت المغرب، كنوع من المباغته باش خوتنا في الله يدهشروا في مداهمه على الغفله وما يعرفوا باش تبلاو. وهاد الساعه كتبدل يوميا. وعبد الحق الخيام راه ديما الا لاحظتو في التصاور كيضرب جوج سوايع في يديه، وحده بتوقيت المغرب وحده بتوقيت جهاز البسيج. داكشي علاش دي اس تي اللي شاده الحموشي كتسمى ايكيب دو تاكتيك، والبسيج كيتسمى ايكيب داكسيون. وفاش كتنجح المباغته وكيعتقلوا المتهمين قبل ما يديروا الكارثه ديالهم، كيجي عبد اللطيف الحموشي يصفق ليهم تبارك الله على وليداتي. وكاين المخابرات العسكريه المغربيه اللي هي لاجيد او المديريه العامه للدراسات والمستندات اللي هو الدينامو ديال المخابرات. المهمه ديالها هي التجسس فين ما كانت مصلحه المغرب، بحال السي اي اي وكيتعتبر من اقوى الاجهزه الاستخباراتيه في العالم. راك دابا هذوك الصداع ديال الراس. المخابرات اللي تابعين للجيش اللي هما الاستخبارات الدرك الملكي اللي كيتجسوا داخل الجهاز ديالهم على لي كولونيل الضباط، وكذلك عندهم مهمه اخرى التجسس على منظمات حقوق الانسان وعلى كاع الجمعيات الشبابيه والنسويه والعلمانيه. وكاين كذلك مخابرات المكتب رقم 2 دوزيام بيرو كيتجسوا على المناطق الحدوديه ديال المملكه وكينسقوا مع لاجيد والدي اس تي. وكاين مخابرات المكتب رقم 5 سانكين بيرو مكلف بالتجسس على جميع اعضاء الجيش من الجنود الصغار وانت طالع، وكذلك التجسس على لي زيتا ماجور او تكنات الجيش بخصوص اصحاب التجنيد الاجباري. وكاين كذلك مخابرات تجسس على السمع البصري واللي كيتسمى مديريه شرطه الموجات والاتصالات. المهمه ديال هادو هي التصنت على المكالمات اللي فيهم مراقبه الانترنت. هاد الناس عندهم واحد ديكسيونير، واحد القاموس لغوي كبير فيه بزاف ديال الكلمات مشبوهه بجميع اللغات المتداوله في المغرب. مثلا تكون كتهضر في التليفون وتقول شي كلمه مشبوهه مباشره كيتسجل باش يديروا لهاد المعاينه ويديوها للسكانير ويديروا لها الفحص الكامل. وندوزو دابا للسطاج ديال الوحش، اكثر الاجهزه السريه في المغرب اللي هو استخبارات الجيش، كيتسمى بالمخابرات النائمه. كينسقوا مع القصر نيشان وما يمكنش تعرف لا فين كاينه المكاتب ديالهم ولا شنو كيديروا. وفي الوقت اللي كانت مستعمرانا فرنسا كانت هي اللي مكلفه بالمخابرات بالمغرب. من بعد الاستقلال غتكلف باعاده هيكله المخابرات المغربيه امريكا والموساد اي المخابرات الاسرائيليه. وفي سنة 1973 مورا المحاولتين الانقلابيتين غادا تأسس لاجيد، ومنذ التأسيس ديالها كان المدراء ديالها غير العسكريين والجنرالات. بدات بالجنرال أحمد دليمي، موراها الجنرال عبد الحق القادري، من بعد أحمد الحرشي حتى 2005 شدها لأول مرة مدني وبقى لحد الآن اللي هو محمد ياسين المنصوري اللي قرا مع الملك في لو كوليج غويار. وكيبقى دور لاجيد الرئيسي هو استباق الاحداث وتجيب الخبيرات وتعرف اش تحت راس الواحد قبل ما يدير شي زبله. لاجيد من نهار تاسست مرتبطه بالمؤسسه الملكيه وعندها بزاف ديال الادوار ماشي غير التجسس، منها مراقبه الجيش، لكن من بعد الهجمات الارهابيه في كازا ولا محور الاهتمام ديالها هو مكافحه الارهاب وكل ما يخص قضيه الوحده الترابيه والمياه في الصحراء. وكيبقى ديما لاجيد تحت الامره المباشره ديال القصر الملكي والميزانيه ديالها ما معروفاش. وفي 2006 قدرتها وثيقه الميزانيه اداره الدفاع على انها 10 ديال المليار ديال الدرهم سنويا.
وعاد كتوفر على صندوق اسود ما كيعرفش الخبايا ديالو غير المدير ديال لاجين. يونيو 2001 عامل المخابرات المغربي السابق احمد البخاري غيخرج الكتاب ديالو السر اللي فيه تصريحات خطيره وحقائق على سنوات الرصاص والمعتقلين السياسيين في السجون السريه تزممارت والدرب مولاي شريف وقلعه مكونه وعمليه الاختطاف قضيه المهدي بن بركه. وكتاب اخر بعنوان الاجهزه السريه في المغرب غيهضر فيه على كيفاش كانوا المخابرات كيستعملوا الرذيله والاغراء بالجسد الانثوي في الايقاع والتجسس وديور الدعاره اللي كيديروا فيها ادوات تصنت في الستينات والسبعينات. هاد التصريحات اللي شكلات صدمه للراي العام وبدات الصحف المغربيه كتنبش في احداث الماضي ومن سنه 1961 حتى 1993 غدا تسالي بانشاء هيئه الانصاف والمصالحه. فالمخابرات المغربيه كتوجه لها اصابع الاتهام من ناحيه حقوق الانسان، تاديب وفي الاستنطاق، تحقيقات مع متهمين قيد التحقيق. هادشي ديال تريسينتي والقرعه، هادشي عبد الحق الخيام تيقول ان هادشي ما كاينش. المخابرات المغربيه عندها واحد العائق كبير اللي هو عدم تواجد التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات الاستخباراتيه مع الجاره الجزائر. لكن واخا هكاك رافعين حاله تاهب في البلاد. مؤخرا لاجيد شرات برنامج من شركه ايطاليه المهمه ديالو التجسس على الانترنت، كيستعملوه باش يخترقوا جميع البرامج المعلوماتيه بما فيها التجسس على المحادثات على الفيسبوك والسكايب وكذلك على كاع لي زيموي، وعندهم القدره يخترقوا اي حاسوب وكل شيء مراقب كبيره وصغيره. يعني هذاك اللي كيدير لاباج وكيبدا مكونيكتي بالفي بي ان ماشي ديال المغرب ويقول زعما راه صافي ما يعيقوش بيا، ورد البال حيت داك مول ديتاي ديال الدرب وقدر يكون داك السرباي ديال القهوه، ويمكن يكون داك المسطل اللي كيدور في الزناقي عامل المخابرات، ويمكن تكون ديك الساعه اللي كدوح تقدر تكون اجون دو رونسينيومون، ويمكن تكون الصديقه ديالك عامله مخابرات. خوتي حتى لهنايا الحلقه ديالنا كتكون سالات، كنتمنى ان الموضوع يكون عجبكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، واي واحد عنده شي اضافه عنده شي معلومه اضافيه يخليها لنا اسفل الفيديو. واذا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالنا كنتمنى انك تدعمنا بالاشتراك وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد ديال القناه ان شاء الله. شكرا لكم مره اخرى.